يا صباح الخيرات والهنا والنعيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. يا صباح النور والسرور والورد المنصور، ازيكم يا غاليين يا احلى اخوات واطعم فراولات؟ يلا بقى نرجع للنشاط. كفايه كسل يومين العيد اللي احنا قعدناهم، الواحد جسمه كسل خالص. فعشان نحافظ بقى على التنظيف العميق اللي احنا عاملينه ونظافه البيت، لازم ايدينا تبقى فيه على طول. فانا قمت، كنا رابع يوم العيد او تالت يوم العيد، والله مش متذكره صراحه. الواحد تحسه كده ان هو ايه يعني، خد ما شاء الله لا قوة الا بالله ايه حبة ادوار ورا بعضها كده بعد العيد. معدتنا شوية، دور برد متين كده اول ايام العيد. ما تعرفوش بقى ده من مثلا ان احنا بنهد نفسنا جامد في التنظيف، ولا مثلا عشان معدتنا كانت في وقت الصيام، وبعد كده احنا بقى دخلنا عليها مرة واحدة بقى بترمس وسوداني وكحك وبتيفور وقريبة يعني ما رحمناهاش صراحة. فالواحد كان خلاص كان عنده حالة من الكسل والوخم. استعذت بالله من الشيطان الرجيم اول ما قمت، وكنا صايمين في اليوم ده، فقلت ما بديهاش اقوم ايه، انضف تنظيفة حلوة منها اضيع وقت. وكمان يعني احافظ على نظافة البيت. طبعا طول ما انا شغالة بذكر الله، مش بضيع وقت في الفاضي. بنذكر الله، بنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في بيت بيتبنى في الجنة اسمه بيت الحمد، ده للحامدين المواظبين على الحمد. ودايما كده خلي فيه ذكر محبب لقلبك ولسانك وسهل على انك تقوليه يعني. انا دايما كمان بحب اقول الدعاء بتاع سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لدرجه من كتر ما بقوله، ولادي لو انا قاعده عادي كده وبقول يقوم قايلين: واحنا عملنا حاجه؟ هم مفكرين ان انا بقول كده عشان هم عملوا حاجه ضايقتني ولا حاجه. فاللهم لك الحمد، يعني ربنا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. دايما كمان ندعو بالدعاء ده. ربنا يحببنا كده للإيمان ويقربنا منه. كمان الواحد نفسيا، مش حكاية بقى والله نفسيا يعني حاجة مثلا ضغط عليه او حاجة. لا، هو الفترة بتاع طلوع نهاية رمضان وطلوعنا من العيد ودخولنا مرة واحدة في المذاكرة تاني والامتحانات وكده، ده لوحده يعني يدعو للاكتئاب. الايام الجميله الحلوه خلصت، وان شاء الله ربنا يجعل ايامنا كلها حلوه وجميله. بس انا اقصد على الضغط بتاع النفسي من ناحيه المذاكره والولاد وحمل الرعب بتاع رهبه الامتحانات. وانا كمان عندي شهاده تالتة اعدادي وعندي تانية ثانوي وعندي رابعه ابتدائي، فالموضوع كبير شويه. فالحمد لله، الله يعيننا ويعينكم جميعا وينجح اولادنا واولادكم جميعا. لما قمت عملت تنظيفة سريعة كده، مسكت بس ايه الانتريه نفضته وقعدت تأهيله من اول وجديد، لان احنا كنا بنسهر بقى وقصاد التلفزيون لوقت متأخر، ما كنتش بقدر اعمل حاجة قبل ما انام. في العادي ممكن اعدل المكان اللي كنا قاعدين فيه قبل ما انام، اغسل مثلا لو شاربين حاجة في كوبايات او كده اغسلها قبل ما انام. بالصراحة في اليوم ده ما كنتش عاملة اي حاجة قبل ما انام، فقمت قلت اعدل الانتريه. شلت كده كل حاجة نفضتها بس على السريع كده. ورجعت فرشت الفرش من اول وجديد تاني. ده بقى بيخلي الدنيا عندنا نظيفة، ما نتعبش جامد لما نيجي ننظف. طول ما انت ايدك في المكان عمرك ما تتراكم عندك تراب ولا يتراكم عندك حاجة مش نظيفة. بس وزي ما بقول لكم، انا بحاول اخف عن نفسي طول الوقت علشان خاطر الوقت الاكتر بيروح للمذاكرة دلوقتي. حاليا الوقت الاكتر في يومي في المذاكرة مع الولاد. فربنا يعيننا ويعينهم يا رب يا رب، ويطمن قلبنا عليهم ويكبر خاطرنا فيهم. ادعوا لاولادكم، ادعوا لاولادكم ولنفسكم. احنا في ايام كويسه، ايام حلوه قوي بجد. مش معنى ان رمضان خلص يبقى الدعاء يخلص وقرايه القران تنتهي ونهجر المصاحف وما نصليش مثلا قيام ليل. انا بذكر نفسي وبذكركم والله، ما ينفعش نعمل كده. عشان تفضل بركه رمضان اللي احنا كنا حاسين بيها كلنا تفضل موجوده معانا طول الوقت. فزي ما انتم شايفين كده نضفت الانتريه وكنسته، حتى ما شغلتش المكنسه لان الولاد كانوا لسه نايمين. وانا قمت ايه، قلت اما اقوم كده فرصه وهم نايمين وما فيش حد قاعد بقى ايه افضل اقول له قوم من هنا وتعالى هنا. فقلت فرصتي بقى اقوم اعمل اللي انا عايزاه. فكنست بس الحافظه او بديل السجاد، مش عارفه انتوا بتقولوا عليه ايه يعني. انا فرشاها على سجاده برضو على فكره، عشان حاسه يعني لسه الجو برضو مش حر ان انا اسيبها لوحدها. شويه بس لما الجو يحرر اشيل السجاده اللي تحتها واكتفي بيها، عشان لما عاوز امسح تبقى الدنيا سهله بالنسبه لي. انما السجاده اللي تحتها تقيله ما بقدرش اشدها وامسح. كنست الجزء بتاع الانتريه وهطوق بس يعني هلمع بس. بس هاخد معايا كده دخلة باب البلكونة كمان، عشان بيبقى فيه عفرة كده وتراب بتدخلي على الشقة تاني بعد ما بمسح. انا كده كده فرشة بقية البلكونة بمشاية، فالحتة بس اللي هي مش مفروشة هي اللي بمسحها.
طوقت كمان، لمعت كمان الاجزاء اللي باينه، وبعد كده دخلت بقى على الليفنج او المكان اللي احنا تعتبر قعدتنا كلها فيه. ولو ان هما مش رحمين يعني، بيقعدوا تقريبا في كل مكان، ربنا يخليهم ويبارك فيهم. فشلت الفرش برضو منه، كل حاجة لسه نظيفة، مفيش حاجة يعني مستاهلة ان هي تتغسل. الا مثلا ممكن انا شلت المفرش اللي كان على الطقطوقة اللي هي في الجنب اللي عليها التابلت دي، علشان خاطر لقيتها متبقعة قهوة، حد حط عليها كوباية قهوة وعيصة المفرش، فشلته غسلته عشان خاطر ما تنشفش بس وبقع عليه. او بنفض بس كده، لان احنا بقى الولاد كانوا بياكلوا لب، وانت عارفين بقى قشر السوداني وما ادراكم ما قشر السوداني، ودي اكتر حاجه بكرهها في المسليات بتاعه العيد. او نفضته وفرشت الكليم بتاعي تاني، رجعت الخداديات وكل حاجه مكانها. بصوا ما بعمل كده، التنظيفه دي بتغسلني انا من جوه، اهو مش تنظيف عميق ولا حاجه اهو، وبننضف بس من على الوش كده بس. احنا اساسا عندنا الدواخل نظيفه، الدواخل اللهم بارك احنا عاملينها وزي الفل من فوق لتحت يعني. فاما تبقى كمان بقى من بره كمان نضيف ومن جوه نضيف، فالواحد يبقى قاعد ايه نفسيا كده مرتاح، وتحسوا ان الدنيا كلها كده ايه من حواليه نفسيا برضو تبقى اهدى. عشان بقولكوا الواحد كده كده مشدود وعنده شدة اعصاب، يعني ربنا العالم بيها الفترة دي. انا كده في فترة الامتحانات ببقى مشدودة اكتر من ولادي، والله العظيم بجد. احنا لسه شوية على الامتحانات، بس انا بالنسبة لي كده خلاص احنا دخلنا في الجد بقى، خلصنا رمضان، خلصنا العيد، بس خلاص احنا كده ابتدينا الجد. ولسه قايله لهم الكلام ده، قايله لهم انسوا بقى، محدش يقول لي انا رايح مع صاحبي مش عارف فين، انا خارجه مش عارفه اجيب ايه. التليفون بمواعيد، ماسك التليفون بايام ومواعيد، ما يكونش فيها مذاكره وما يكونش فيها مراجعات ولا حاجه. غير كده مفيش بقى هزار ودلع، بس عشان خاطر بس ايه يعني ما نبقاش بنضيع تعبنا ونرجع بعد كده نندم على الوقت اللي احنا ضيعناه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا كنست شفتوا قشر اللب والسوداني قد ايه، ولمعت كمان الارض من هناك من عند البلكونه. بصوا رافعه الستاره علشان ما تتبلش من الارض، ورفعت هنا السجاده لغايه طرف اسمها ايه السفره بس، ومسحت. تلميعه كده ايه الواحد يحس ان الدنيا من حواليه نظيفه. رجعت بعد ما الارض نشفت، فرشت كل حاجه تاني، ولا زلت رافعه الستاره علشان تهوي الصاله خالص، وتفضل الريحه كده حلوه. هي دي اللي بقول لكم الطقطقه اللي انا شلت المفرش من عليها غسلته، وكل حاجه هنا نظيفه. بصوا اللي انا مغطياه بالشاشه دي ده الكحك. بس انا مش بحب مثلا الدبان الناموس الحاجات دي يقف على الحاجه اللي بناكلها، فبما ان كل حاجه متغطيه وده بس اللي مكشوف، فغطيته هو كمان. خلاص كده الصلاة نطفت، وكمان الغرف لما الولاد صحيوا كل واحد بينظف غرفته. كل واحد كده كده الغرف نظيفة، مفيش كركبة مفيش حاجة، فكل واحد بيعدل السرير اللي كان نايم عليه، لو فيه هدوم قلعها مثلا بيعلقها ورا الباب على الشماعة لو هيلبسها تاني كده. دي كسب بنتي كان جايبة أكل، زي ما بقولكوا بقى أنا ما شلتش أي حاجة، كانوا جايبين أكل بالليل وكانوا جايبين حلويات، كانوا جايبين كيك وحاجات، فقلت ايه ألم كله كده على رخامة المطبخ وانا بنضف، وفي الاخر ايه اشوف ده كله ايه. اول ايه كيسين كاتشب، إيه على شوية لب، على علبة بتاع الكيك كده، فلميت كل حاجة، رميت اللي ملوش لازمة، والأكياس عبيتها كده ببعضها. وشلت اللب عنته مكانه في الضرفة بتاعته اللي بحط فيها المسليات دي، والكاتشب بحطه في باب التلاجة. وكان عندي كمان مطلعة هنا قراقيش، وكنت مطلعة كمان البيتي فور، علشان خاطر كنت بعبي يعني الاطباق بتاعتهم كان خلصوا بحط بدلهم، او الولاد بيفطروا منهم بيتعشوا، لو جاعوا مثلا في نص اليوم بياكلوا منهم، بما ان احنا بنصوم انا وباباهم، فلو جاعوا مثلا واحنا لسه شوية على المغرب بياكلوا من الحاجات دي. ده البيتي فور. انا كان المكنه بتاعتي انكسرت وانا بعمله، عشان كده انا ما صورته لكوشي، لانه زهقني جدا في اليوم ده، ومزاجي بقى وحش، وقفلت من كل حاجه عشان المكنه دي غاليه عندي شويه، مكنه البيتي فور. فانكسرت، فشكلته كده على ايدي بالاشكال بتاع البسكوت. وعملته مربعات كده، وبنتي لزقته حتى يوم الوقفة والله بالليل. وبس على كده انا لفيت العلبة بتاعته في الكيسة ورجعتهم مكانهم هما والقراقيش، رجعت كل حاجة مكانها. الكسل بقى بتاع بالليل كل حاجة اتراكمت عليا. اللبانة دي انا مطلعاها عشان اغلي لبن، وهشوف بقى ايه اللي على الرخامة تاني. ده كان شوية شاي بلبن كانوا من مكان الفطار بتاع الولاد، حطيتهم هنا في الكنكة عشان لو حد حب يشرب اسخنهم له. وده كان رنجة، كنت خلياها وحاطه معاها ليمونه، هشيلها بباب التلاجة بقى عشان لو حد عاوز ياكل منها ولا حاجه. كنا اكلنا تاني يوم العيد رنجة، او تالت يوم العيد والله ما انا فاكره. ايوه يبقى ده اليوم اللي انا بنضف فيه ده كان رابع يوم العيد.
خلاص انا افتكرت لما شفت الرنجة. لان تالت يوم العيد احنا كلنا الرنجة، ما كلناهاش اول يومين عشان زي ما بقول لكم احنا معدتنا كلنا تعبانة ولا زالت والله الحمد لله. فنضفت بقى الفرافيت اللي كانت ماليه الرخامه بتاعه المطبخ دي، مش عارفه صراحه كانت جايه منين، ورجعت كل حاجه مكانها كده نرتاح بقى، كده نفسيتي ترتاح يعني، بشوف الدنيا من حواليا نظيفه ومش قدامي فرافيت ولا قدامي حاجه. خلاص هشيل ده كله. المطبخ الارض نظيفه، هعدي عليها بس بالمكنسه كده، ولمعت برضو الحتت اللي باينه فيها وانا بلمع بقيه الشقه. او هاخد الرنجة احطها معايا في التلاجة هي والكاتشب. وهقول لكم بقى ايه كمان انا فاضل لي كده الجزء بتاع الحوض. ما كانش عندي في الحوض مواعين الحمد لله غير حلة كنت عاملة فيها لسان عصفور صغيرة، حلة صغننة، وطبق كانوا الولاد بيقشروا فيه ترمس، وتقريبا كان معلقتين يعني. فقلت بس انضف بقيه المطبخ. بصوا الجزء ده نضفته كله، مطلعه البخور عشان اشغله، وغسلت البوتاجاز قبل ما ابتدي اعمل الغدا، علشان خاطر ما اعرفش اقف اعمل على البوتاجاز غدا وهو مش نظيف، وكان البوتاجاز فاير عليه شاي بلبن فما كانش نظيف. رصيت كل المواعين وكان فاضل بس المعالق والاسباتيولات والحاجات دي، هاخدهم هنا جنبي على طبق قدامي هنا على رخامة المطبخ، وارصهم بقى حبة حبة كده علشان خاطر افضي الصفايه بتاعت المواعين عشان بقى تستقبل مواعين اليوم الجديده بقى، دي كده مواعين من قبلها بيوم، فلازم بقى تبقى فاضيه عشان تستقبل الجديد. فرصيت، بحب انا ارص ايه يعني، رصه اللي هي البرفكتو دي، بس جيت في الاخر وزهقت وقمت راميه المعالق الصغيره كده وخلاص. أم، كان خلاص الوقت أزف وعايزة أعمل الغدا، وكنت حاسة كده والله أعلم من ريحة الأنبوبة اللي هي هتعملها معايا وقربت تخلص، وفعلا هي عملتها معايا يعني. بس كان فاضل لي الرز بس، كنت عملت الأكل وفاضل الرز بس. هقول لكم احنا عملنا فطار ايه في اليوم ده، بما اننا صايمين بقى فانا بقول فطار، حابين انتوا بقى تقولوا غدا قولوا براحتكم، بس انا لسه يعني ايه متعايشة مع جو رمضان. فاهو بصوا هما دول اللي كانوا عندي في الحوض بس غسلتهم، ودعكت الحوض كالعادة ورخمت الحوض وكله اتنشف واتنضف وبقى زي الفل. هنضف هعدل الفرشه بس بتاعه المطبخ كده وهعدي عليها بالمكنسه. وانا زي ما بقول لكم لمعت الحتت اللي باينه من السيراميك، بس يبقى كده نظفت الدنيا كلها كده، اعمل الغدا وانا مرتاحه. هنا ما كنتش طلعت اللحمه من قبل بيوم زي ما بعمل، بحطها في التلاجة، بطلعها من الفريزر على التلاجة، فما عملتش كده فكانت لسه ساقعه شويه، فغليت ميه، وانا ما بحبش اعمل الخطوه دي نهائي، بس مضطره بقى، مجبر اخاك لا بطل. فغليت الميه، وابصوا بقول لكم ان انا غاسله البوتاجاز قبل ما اعمل الغدا علشان انا عارفه انه هيتبهدل لسه بعد ما اخلص الغدا. وقمت ساقطه فيها اللحمه، وبعد لما فكت وشلت من عليها الريمه نزلت لها طماطم وبصل ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر، واللبانه زي ما قلت لكم انا مطلعاها عشان اغلي فيها لبن، حطها على العين التانية يغلي. وقلت اعمل ايه بقى، هعمل النهارده صينيه بطاطس وهعمل رز معمر على البوتاجاز. جربتوا انتوا تعملوا رز معمر على البوتاجاز في الحل عادي زي ما بنعمل الرز، بس بحط له العقد بتاعه نص لبن ونص ميه، وبحط له قشطه وبحط له سمنه بلدي، ويبقى كانه معمر اهو. بصوا هتلاقوه كانه رز معمر. اه عملت رز معمر وصينيه البطاطس واللحمه، ومطلعين التمر علشان خاطر احنا صايمين زي ما قلت لكم، وحطيت شوربه، والف هنا وشفا يا رب على اللي هياكلوا. اتفضلوا معانا، ربنا يتقبل منا يا رب الصيام والأعمال الصالحة كلها. وقلت بقى كان عندي حبة بعد ما فطرنا كان عندي حبة اسمه ايه دقيق بسبوسة سايب، كنت جايباه من الدار، بس والله كنت شاكة في أمره، يعني ان هو مش حلو، لان انا بجيب الدقيق البسبوسة اللي هو الأكياس بقالي فترة وبس، لما كنت بجيب دقيق سايب من العطار من زمان يعني كنت بجيبه لونه وقوامه غير كده. انا حاسه ان ده انعم قوي يعني، ناعم زياده عن اللزوم، ولونه فاتح. اللي انا كنت بجيبه كان لونه مصفر شويه، فقلت والله انا هجربه، انا كان فاضل عندي من رمضان يعني، قلت اجربه مش مهم هتبقى حاجه حلوه. فزي ما انتم شايفين كده عملت ايه، دعكت الدقيق بالسمنه، سمنه بلدي، كنت بس مش مسخناها، مسيحاها بس لان هي كانت جامده شويه. وبعدين حطيت مكان السمنه نص كوبايه لبن، وهحط علبه زبادي. انا كان عندي علبه زبادي واحده بس، ممكن انت طبعا تعمليها بزبادي بس، وممكن تعمليها بلبن بس زي ما انت عايزه، بس انا كان عندي علبه زبادي واحده ولقيت ان هي مش هتكفي، فحطيت لها نص كوبايه اللبن. هقلب كله مع بعضه، ما بحطش بيكنج باودر ولا بحط حاجه على الدقيق البسبوسه. اهو قوام البسبوسه بتاعنا اهو، وهي عليها بقى حاجتها. حطيت لها انا حطيت لها كمان 3 معالق سكر كبار من اللي احنا بناكل بيهم، بس انا مش عارفه ما جاتش ليه وانا بحط.
دهنت صينيه سمنه وحطيت فردت البسبوسه، هبتها بدقيقتين كده عشان تاخد شكل الصينيه. وكنت بعمل الشربات في الوقت ده كمان، كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه وكيس فانيليا بحطه في الاخر لما بتغلي. البسبوسه تطلع سخنه والشربات بيبقى سخن، ينزلوا على بعض يعملوا التش، فديت تطلع بسبوسه دايبه وزي العسل. بعد ما بسقيها الشربات السخن بحب اعمل لها تركه كده، بحب ان انا اغطيها زي ما بعمل الكنافه كده، لما بتتغطى بتعرق فبتبقى قطره. انا بصوا بقلبها كده عشان اتاكد ان هي شربت من الشربات، واحط لها كمان الشويه اللي فاضلين، هي هتاخد الشربات كله على فكره. فهبتدي بقى اجيب غطا واغطيها زي ما قلت لكم وهي سخنه كده اول ما احط لها الشربات، علشان تبخر تعمل بخار وتفضل طريه. ابصوا البخار ابتدى على طول يطلع على غطا الحله، فهسيبها شويه ولما تهدى هاجي اقطعها واوريكم شكلها كان عامل ازاي. ما عجبنيش صراحه دي البسبوسه السايب ده قوي زي صراحه الفايف مينتس اللي بجيبه او اللي هو حلواني، الاتنين احلى من بعض. انما صراحه دي السايب ده يعني تجربة مش هجربها تاني، لانه شرب الشربات كله، وتحسوا ان هي كانت عايزة كمان شربات، مش طلعت دايبة كده زي البسبوسة اللي انا كنت عاملاها قبل كده، والبسبوسة اللي انا متعودة عليها. يعني هي كانت طعما حلوة مش وحشة، بس يعني ما حسيتهاش دايبة زي البسبوسة اللي انا متعودة عليها. بس ده كان يومي النهاردة، جزء من يومي بشارككم بيه، وجزء من روتيني علشان ننشط بعض. وما تنسوش اختكم في لايك. انا بحبكم في الله، مع السلامة.